لما بيحصل مشكلة بينك وبين شريك حياتك انت بتكون عايز تعرف هل الشخص ده بيفكر فيك ولا لا؟ هل الشخص ده بيفكر فيك وهو بعيد عنك؟ يعني أول ما بتحصل مشكلة وخلاص ما بقيناش بنتكلم والشخص ده بقى عايش حياته وأنا عايش حياتي، خلاص نفسيا في الوقت ده أنت بتكون عايز تعرف هل هو بيفكر فيك؟ هل هو شاغل باله بيك؟ هل الشخص ده نفسه يرجع ويتواصل معاك من تاني ولا لا؟ وفي نفس الوقت أنت بتكون عايز تلفت انتباه الشخص ده علشان يفكر فيك، علشان يبادر، علشان يرجع تاني يتواصل معاك. هو ده اللي انا هكلمك عنه النهارده. في الحلقه دي انا هقول لك على اهم وعلى اكتر وعلى احسن وعلى افضل الرسائل اللي لو شفتها بشكل كبير جدا على الشخص اللي بعيد عنك او على الشخص اللي بيتجاهلك او على الشخص اللي بينك وبينه مشكله، تأكد ان الشخص ده مجنون بيك، تأكد ان الشخص ده بيحبك، تأكد ان الشخص ده بيتعذب في غيابك بشكل كبير جدا. عايزك تتابع الجزء الثاني من الحلقة لانه مهم جدا جدا ليك. كل نقطة هقول لك على تصرف وهحلل لك التصرف ده، وفي النهاية هقول لك المفروض انت تعمل ايه وتتصرف معاه ازاي. في البداية لو اول مرة تشوفنا فما تبخلش علينا وتدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات علشان تتابع كل الحلقات الجديدة بإذن الله. هقول لك على اول رسالة، والرسالة دي هتبين بشكل كبير جدا ان الشخص ده بيستغلك، او الشخص اللي موجود في حياتك بيستغلك، او الشخص اللي بعيد عنك دلوقتي هو اصلا بيستغلك وبيستنزف طاقتك بشكل كبير جدا. وهي ان الشخص ده ببساطة اتعود على وجودك في العلاقة. دايما الشخص اللي بيتعود على وجود حبيبه في العلاقة دايما بيستخدم معاه اساليب زي التجاهل، دايما بيستخدم معاه مثلا اساليب كانه بيقف له على الواحده، كانه مش عايز يرد على تليفوناته، بيتاخر في الرد. وده يترجم لينا ان الشخص ده يا اما مش عايز يكمل في العلاقه، يا اما عايز ياخد استراحه بسبب الضغط الكبير اللي انت عامله للشخص ده، يا اما الشخص ده نفسيا تمام عنده اضطراب ومش حابب ان يتعامل معاك او مش حابب ان يتكلم معاك الفتره دي، او ان الشخص ده خلاص مصلحته معاك خلصت واخد اللي هو عايزه وعايز يبعد بعيد عنك. وتعالى نفسيا كده نتعمق مع بعض في النقطه دي. اول حاجه وهي مرحله الراحه النفسيه الزايده. انت مثلا في البدايه كنت متحمس مع الشخص ده جدا، كنت متحمس معاه في كل حاجه، كنت متحمس معاه في الاهتمام، كنت متحمس معاه في انك تبادر، في انك تجري وراه، في انك تلاحق، في انك تبين حبك للشخص ده وانك ما تقدرش تعيش من غيره، وان ده العوض بالنسبه لك، وان ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالشخص ده، وان الشخص ده جميل وهو احسن حد دخل حياتك، وكلام كتير جدا ومشاعر كبيره جدا انت ممكن تكون وصفتها للشخص ده. فنفسيا كده الشخص ده بدأ يتعود او اتعود فعلا انك انت اللي لازم تعمل كل حاجه في العلاقه، انت اللي لازم تمشي على الوتيره اللي انت معوده عليها، انت اللي لازم تمشي على الروتين او على النمط اللي انت معود الشخص ده عليه. واي لحظه انت مجرد ما تيجي تقول فيها انا هبط، انت ما بتهتمش، انت ما بتعملش زي ما بعمل، انت ما بتمارسش معايا نفس الاسلوب اللي بمارسه، او تيجي تشتكي او تعاتب او تقول انا هبطت او نفسيا الشخص ده بيستخدم معاك على طول اسلوب التجاهل، ويطلعك انت اللي غلطان، ويطلعك انت اللي وحش، انت اللي ما بقتش بتحبه، انت اللي بتضحك على الشخص ده، وانت اللي بتتسلى بيه، وكلام كتير جدا. الشخص ده بيقلب الترابيزه عليك ويبدا يبين لك انك انت اللي وحش وانت اللي مقصر معاه بشكل كبير. فنتيجه كل ده الشخص ده يبدا يتعامل معاك باسلوب اقل القليل، انك بقيت راضي باي حاجه الشخص ده بيقدمها لك. انا راضي لو انت جبت لي حته صغيره كده من التورته، فتفوته بسيطه كده، انا راضي والله. رديت عليا في اليوم دقيقه دقيقتين، ما عنديش مشكله. رديت عليا مثلا برساله او كلمه او عملت لي لايك ومش عارف ايه، انا راضي مفيش مشكله. بعد ما كان الشخص ده بيتواصل معاك وكان بيهتم بيك وانت بتهتم بيه وكان بيجري وراك وهكذا، بقيت انت اللي بتجري وراه، وبقيت انت بترضى باقل القليل، حتى لو عمل لك لايك، حتى لو فتح عليك المكالمه وكلمك نص دقيقه وبعد كده قفل، انت بتكون راضي. وبتوصل لمرحلة ان ده شيء بيسعدك جدا ومبسوط وفرحان، والاسلوب ده بيحسن يومك وتحس كأنك انجزت في يومك بشكل كبير جدا. فعلشان نخرج من النقطة دي، وانا حبيت ان ابدأ بيها، يمكن تكون دي وسيلة تساعدك بشكل كبير جدا انك تبدأ تترجم الافعال اللي الشخص ده بيستخدمها معاك، وتبدأ تاخد بالك زي ما انا بقولك. تحاول على قد ما تقدر لو لقيت ده موجود وانت بترضى بأقل حاجة الشخص ده بيقدمها لك بعد ما كانت البدايات احسن حاجة، وبعد
ما كان بيهتم بيك والخ الخ بقى الموضوع فيه اهمال بشكل كبير جدا. اول حاجه لازم تتعود انك ترد على الشخص ده بنفس الاسلوب، تستخدم اسلوب المرايه بشكل كبير جدا، ولكن مش لمده طويله، يعني اقصى حاجه شهر شهرين، ما تزودش عن كده. لو الاسلوب بقى تمام معاك اهلا وسهلا، ما تغيرش معاك يبقى شكرا سلام عليكم، ابدا اعيش حياتي واقطع التواصل بالشخص ده. اتصل بيا ارد عليه، ما اتصلش بيا شكرا سلام عليكم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الشخص ده لما يتواصل معاك تحاول ترد على قد السؤال مش اكتر من كده. يعني ما تحكيش كل حاجه عن يومك، ما تحكيش كل تفاصيلك، ما تحكيش اي شيء عن حياتك. ما تبداش تعاتب، ما تبداش تقول انت كنت فين ما كلمتنيش ليه، انت لسه فاكر تسال انت. حاول على قد ما تقدر انك ما تستخدمش الاساليب دي. خلينا نتخيل مثلا ان الشخص ده اتصل بيك دلوقتي، فالمفروض انه متعود انك بترد بلهفه، او المفروض هو متعود انك بترد عليه بسرعه جدا، وبتبدا تساله اسئله كتير جدا، وبتبدا تحكي له اللي حصل في يومك وايامك والكلام ده. المفروض ان ده اسلوب غلط، ولكن خلينا بس نكون متاكدين ان هو عارف انك هتعمل كده. طيب لو جينا نقول بقى انك فجأة كده غيرت الروتين ده، او فجأة كده غيرت النمط ده، وبدأت بكل بساطة انك ترد على الشخص ده على قد السؤال. الو، ايوه، خير، انا تمام. هيسكت، انت هتسكت، هو هيبدأ يسأل ها طمني عامل ايه، يومك عامل ايه، اخبار صحتك ايه. ترد على قد السؤال. معلش انا اسف، انا عارف ان انا الفتره دي ما بتكلمش، معلش انا اسف ان انا عارف انا الفتره دي مش بسال، بس غصب عني، بس الشغل، بس مش عارف ايه. بكل بساطه انت تبدا تقول له ايه، انا ما سالتكش والله، وانا متاكد ان دي حاجه غصب عنك وربنا يكون في عونك، وبس مش اكتر من كده. لا بزود ولا بفضل اعاتب ولا ابدا اقول له انت اصلا طول عمرك كده، انت اصلا عمرك ما هتتغير. ما اعملش ده خالص. تمام؟ تعال بقى ندخل في علامات مهمة جدا هتبين ليك ان الشخص ده بيحبك وبيعشقك وبيفكر فيك وبيموت فيك كمان. الناس اللي هي ايه، حصل خلاف بينها وبين شريك حياتها، حصل خلاف بينها وبين حبيبها، تمام؟ فبالتالي الشخص ده من بعيد كده مش عارفة تترجم تصرفاته، مش عارفة تترجم افعاله، مش عارفة تترجم الحاجات اللي هو بيعملها دي معناها ايه، معناها بيحبني ولا ما بيحبنيش. طيب زي ايه؟ اول حاجة عايزك تركز معايا. لو فرضنا ان عندك مناسبة، حلو، ركز معايا. لو فرضنا ان عندك مناسبه، واعمل لايك بقى عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، تمام؟ لو فرضنا ان المناسبه اللي عندك دي، اول حد انت بتلاقيه في المناسبه دي، ودي اول علامه خلي بالك، هو الشخص ده. بتلاقيه مثلا يجي يقول لك ايه، كل سنه وانت طيب. في عيد مثلا يقول لك كل سنه وانت طيب. في عيد ميلاد يقول لك كل سنه وانت طيب. حصلت لك مثلا مشكله، حصل عندك حاجه او ازمه او ايا كانت المشكله دي، فبغض النظر عن المشاكل اللي انتم مريتوا بيها، او انتم ما بتتكلموش، او انتم بعيد عن بعض، فتلاقيه برضو جاي واقف جنبك، تلاقيه بيساعدك، يا اما بيهنيك على مناسبه ايجابيه، يا اما الشخص ده جاي يقف جنبك ويساندك في ظرف انت بتمر بيه. وبعد ما المشكله بتاعتك دي خلصت خالص وخلاص اتحلت، او بعد ما المناسبه دي خلصت، او بعد ما الشخص ده دخل وقال لك مثلا كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت سعيد والكلام الكبير ده او الكلام الجميل ده، بتبدا بكل بساطه تلاقي الشخص ده اختفى. هنا المفروض تترجم تصرف زي ده ايه؟ لان تصرف زي ده بيشغل بال ناس كتير. يعني ناس كتير تيجي تقول ايه، هو كده معناها ايه؟ يعني معناها ايه ان يدخل يقول له كل سنه وانت طيب وبعد كده يختفي؟ معناها ايه علق لي على ستوري انا نزلته بخصوص عيد ميلادي مثلا ويقول له كل سنه وانت طيب وبعد كده يختفي؟ معناها ايه ان الشخص ده يجي يساعدني في موقف انا او ازمه انا كنت فيها وبعد كده ما لاقيهوش او اختفى؟ هنا نفسيا كده تترجم ان تصرف زي ده الشخص ده بيقول لك انا اديت لنفس الحق اني ارتاح شويه، اديت لنفس الحق ان اخد جنبي شويه، اديت لنفس الحق ان اكون عايز اخد مساحه، انا محتاج مساحه مش اكتر من كده. طب لو جينا مثلا نقول العكس، ان الشخص ده بيتجاهل مناسباتك وبيتجاهل اي مناسبه انت بتمر بيها، تمام؟ وبيظهر بس، ركز في الكلمه دي، بيظهر بس في الحاجه اللي هو عايزها، وقت ما يحتاج منك مصلحه، وقت ما يحتاج منك حاجة سواء جسدية مادية معنوية أيا كان، أو هو بيمر بمشكلة فبيبدأ يظهر في حياتك علشان يبدأ يتكلم معاك ويحكي معاك تفاصيل المشكلة. هنا لازم تتأكد بشكل كبير جدا إن الشخص زي ده أناني، أناني عاطفيا، وكل اللي يهمه مصلحته مش أكتر من كده. يعني ما ينفعش
مع الشخص ده ان اول ما يرجع ابدا اقول له ازيك وعامل ايه واخبارك ايه، وابدا ابوس الشخص ده من هنا ومن هنا واحضان، او ابدا اتكلم معاه بلهفه والكلام ده. لا، ما ينفعش اتعامل مع الشخص ده بالطريقه دي. انا لو حسيت ان هو جاي علشان خاطر، او بعد ما قاطعني فتره مثلا وحسيت ان هو جاي علشان خاطر عايز مني مصلحه، عايز يقابلني علشان يبقى فيه حاجة، أو عايز مني فلوس، أو مثلا جاي يحكي لي مشاكله اللي هو بيمر بيها ومحتاج إن أقف جنبه، نفسيا أبدأ أقول للشخص ده والله أنا مش فاضي، أنا كمان عندي ظروف كتيرة جدا، كان نفسي إني أطول معاك في الكلام، كان نفسي أقعد معاك فترة أكتر من كده، بس إن شاء الله تتعوض، أنا آسف جدا وأشوفك على خير، سلام عليكم. بس مش أكتر من كده. ما تدوش فرصة إن يبدأ يدافع عن نفسه، عشان الشخص ده هيكون ممثل عظيم جدا جدا جدا. هتلاقيه قدامك بيبدأ يقول لك أنا آسف وأنا عارف وضغطتك ومش عارف إيه، ويبدأ يخليك تحس بتأنيب الضمير. فبالتالي أنت لو حسيت بتأنيب الضمير هتبدأ تسامح وتعدي، وتبدأ إنك تدخل في مرحلة الغيبوبة. مرحلة الغيبوبة دي اللي هو التنويم المغناطيسي، إن يبدأ ينومك كده مغناطيسيا بكلامه، بأفعاله، بتمثيله. فبالتالي أنت هتسامح وتبدأ مثلا تقول له أنا ما بعرفش آخد منك حق ولا باطل، أنت مش عارف كذا، والموضوع يبقى فيه ضحك هزار مش عارف إيه، اهتمام يوم يومين. بعد ما يخلص مصلحته تلاقيه رجع يمارس معاك نفس الأسلوب تاني. يبقى شخص زي ده لازم نتعامل معاه رسميا، لازم نتعامل معاه رسميا، وما نتهاونش في أسلوبنا أو في طريقتنا معاه. مفهوم؟ تاني رسالة هقول لك عليها ولازم اقولها لك علشان اكون عملت اللي عليا، تدل على ان الشخص اللي موجود في حياتك بيستغلك ومش بيحبك وبيتمنى لك الشر، وكل اللي يهمه في العلاقة هي مصلحته فقط لا غير. ان الشخص ده يجي يطلب منك حاجة وانت كنت بترفضها قبل كده. على سبيل المثال، انت يا سيدة الفضيلة الجميلة، تمام، جاء طلب منك علاقه، او طلب منك مثلا تبعتي له صوره، او طلب منك فيديوهات معينه والعياذ بالله زي ما بنشوف الفتره دي من ناس كتير عامه. تمام، لما يجي يطلب منك حاجه زي دي وانت كنت جدعه قوي وشطوره وكنت بترفضي حاجه زي دي، تمام، بتلاقيه بعد كده يبدا يغيب ويتجاهل كنوع من العقاب. وبعد كده لما يرجع تاني للعلاقه بيبدا نفسيا او طاقيا كده بكل هدوء يبدا يمارس معاكي اسلوب الاهتمام والاحتواء والامان والحاجات دي كلها، وبعد كده يرجع يطلب منك نفس الطلب تاني. هنا تتاكدي ان الشخص ده مش بيحبك، وان الشخص ده تهمه مصلحته وشهوته مش اكتر من كده. مش بس في موضوع الشهوه، ولكن ممكن مثلا ماديا كان بيطلب فلوس وانت رافضاها، كان بيطلب انك تساعديه في الشركه وانت رافضه، تساعديه في اي حاجه وانت رافضه، كان بيطلب اي حاجه طلبها منك او اي حاجه هي طلبتها منك وانت رفضت، وبعد كده غاب او غابت فجأة، وبعد كده رجع تاني للعلاقة. نفسيا يطلب منك حاجة زي دي تتأكد ان الشخص ده مش بيحبك. السبب الثالث اللي هيخليك تعرف وتتأكد 100% ان الشخص ده بيحبك ولا لا، او ان الشخص ده بيستغلك، او ان الشخص ده بيفكر فيك وباله مشغول بيك وهو بعيد عنك، ان الشخص ده نفسيا ما بقاش عايزك في حياته. مش عايزك في حياته يعني الشخص ده طاقيا كده بقى رافض اي حاجة انت بتقدمها، بقى رافض اهتماماتك، بقى رافض احتوائك، بقى رافض كل حاجة انت بتعملها علشانه، ما بقاش متقبل اي شيء منك خالص. وكل يوم تحس ان الشخص ده بيبعدك عن مساحته العاطفية ومساحته الخاصة اكتر من اليوم اللي قبله، ومكالماته تقل اكتر من اليوم اللي قبله، وظهوره في حياتك يقل اكتر من اليوم اللي قبله، وحكاياته اللي كان بيحكيها لك عن يومه واهتماماته اللي كان بيكلمك عنها بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت ما بقاش يعمل كل ده. وفين وفين لما بيجي يرد عليك، او فين وفين لما يكلمك. وخلي بالك في تشابه كبير جدا ما بين الشخص اللي بيستخدم الاسلوب ده علشان ما بقاش محتاجك في العلاقة، وما بين الشخص اللي بيستخدم الاسلوب ده كنوع من العقاب، او كنوع من التجاهل، او كنوع مثلا من الضمان ان هو ضمنك في العلاقة، فبقى عنده اشباع ذاتي تجاهك، فما بقاش محتاج يرد ولا يتكلم، محتاج ياخد مساحة كبيرة علشان يرجع يتواصل معاك. وعلشان تقدر تعرف الفرق ما بين الشخص اللي عايز يبعدني عن حياته وخلاص ما بقاش عايز يكمل معايا، والشخص اللي بيعاقبني او ضامني او الخ الحاجات دي كلها، تمام، علشان تعرف الفرق هتلاقي ان الشخص اللي مش عايزك خالص في العلاقة بيقعد من اول 10 ايام فيما فوق ما يردش عليك،
ويمكن اسبوعين ما يردش عليك ولا يكلمك ولا كانك بعت رسائل ولا اي حاجه، وكل اسبوعين كل 10 ايام تلاقيه بيرد على رساله انت بتبعتها مره بالمختصر المفيد، وفين وفين كمان لما تحس ان الرساله دي ممكن يرد عليها بايجابيه. يعني لو انت قلت ازيك عامل ايه ممكن يعمل لك لايك مثلا، ممكن يقول لك الحمد لله، ما يسالكش انت كمان عامل ايه او ما يسالكش اخبارك ايه وهكذا. الشخص التاني بقى تلاقيه دايما بيقعد يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام اسبوع بالكتير، وبعد كده تلاقيه يرد عليك ويقول لك الحمد لله انت عامل ايه، انت كمان انت اخبارك ايه طمني، وبعد كده بيختفي. او يجي يقول لك ان انا الحمد لله تمام انت كمان عامل ايه، او يرد على اتصالك بعدها باسبوع او اسبوعين، او تلاقيه هو اللي بيتصل بيك او هو اللي بيحاول يتواصل معاك كل فتره او كل فين وفين. في نفس الوقت انت لما تيجي تتواصل مع الشخص اللي عايز يخرج من حياتك ومش عايزك في حياته، تمام، الشخص ده مثلا كان دايما على طول بيحب ان يخطط لايامكم ويخطط لاحلامكم ويخطط لسنينكم الجايه ويخطط معاك كل شيء. لما بتيجي تتكلم معاه وفين وفين لما يرد عليك، اول ما يرد عليك تلاقيه بطل يخطط للحاجات دي وبطل يتكلم في الامور دي كلها. دي اول حاجه. الحاجه التانية لما تيجي تتواصل معاه ويبدا يكلمك يقول لك معلش سيبني دلوقتي انا مش فاضيلك، معلش سيبني دلوقتي انا مش عايز اتكلم، معلش سيبني دلوقتي انا مش حابب اتكلم معاك، او انا ما بقتش حابب اتكلم معاك الفتره دي. طيب الشخص اللي في حياتي ده بيتصرف كده ليه؟ هل هو مجنون؟ هل هو مثلا مضطرب نفسيا؟ شوف، اغلب الناس اللي بتتصرف تصرف زي ده دايما بتتصرف بالشكل ده علشان بتهرب من مسؤوليه العلاقه. على سبيل المثال انا وانت في علاقه، تمام، ولقيتني طول الوقت عمال اضغطك، مثلا اضغطك باننا نتكلم، اضغطك باننا نخرج، اضغطك باننا مثلا هنتخطب امتى، هنتجوز امتى، او اضغطك بمطالب معينه ايا كانت، تمام. ولو انتم متجوزين فلازم تكون فاهم ان ده امر طبيعي جدا. الشخص لما بيمر بسن ال40 لحد 50 سنه بيحس ان ضغط المسؤوليه عليه بيكون اكبر ومحتاج يشوف نفسه، لان ضيع وقت كبير جدا من عمره في حاجات هو ممكن يشوف ان هي ما ادتلوش قيمه، ما ادتلوش اهتمام وهكذا، فحابب ان يدخل يضخ دم جديد بعلاقه جديده، تمام. وده بيكون تفكير منه وشايف ان ده ممكن يكون الصح، وده غلط تماما وشيء بيأذي العلاقه وبيأذي الطرف الثاني. علشان كده في ناس تقول لك طز وانا اروح اتجوز اعيش حياتي عادي ما عنديش مشكله واللي يحصل يحصل، تمام. ولكن الشخص ده في الغالب برضه او في نفس الوقت هو ممكن يكون بيتصرف معاك بالشكل ده لانه شايف او بقى مقتنع انك ما بقتش الشخص المناسب بالنسبه له، ما بقتش الشخص المناسب اللي يشتل مسؤوليه العلاقه، اللي يشاركه احلامه يشاركه طموحاته وهكذا. في نفس الوقت هو خايف يواجهك او خايف يقول لك انا ما بقتش عايزك او ما بقتش حابب اكمل معاك او ما بقتش حابب وجودك في العلاقه معايا، فبيبدا يستخدم بقى اساليب البرود والتجاهل والاستغناء والصمت العقابي واساليب كتير جدا، ويقلب عليك الترابيزه واساليب كتير جدا علشان خاطر انت تزهق فتسيبه فتبعد عنه. اخر حاجه ممكن تساعد الشخص ده ان يستخدم معاك الاساليب دي كلها وما يكونش حابب ان يكمل معاك هي فكره ان يكون في حد تاني في حياته. لو في حد تاني في حياته فما هيبقاش حابب انه يبص لك ولا حابب يكمل معاك ولا حابب انه يهتم بيك ولا حابب يعمل اي حاجه، فبالتالي انت لما تضغط 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 تلاقيه بيبدا يعمل لك بلوكات، بيبدا يتكلم معاك بطريقه كانك انت عدو ليه، تمام. فبالتالي لما تلاقي شخص بيتكلم معاك باللهجه دي او يتكلم معاك بالطريقه دي انت بتكون في نيتك انك عايز ترجعه للعلاقه وفي نيتك انك بتحبه، تمام. لكن هو في نيته مثلا مش عايز يكمل، او في نيته مثلا مسؤوليه العلاقه بقت تقيله عليه، او في نيته مثلا ان في حد تاني في حياته ايا كان. فلازم في الوقت ده تديله مساحته وتعيش حياتك وتهتم بنفسك مش اكتر من كده. طيب انا هقول لك دلوقتي على الرسائل المهمه او الرياكشن او التصرفات المهمه جدا اللي الطرف الثاني بيستخدمها معاك، اللي حصل بينك وبينه خلاف او حصل بينك وبينه مشكله، وعايز تعرف هل التصرفات دي او معنى التصرفات دي ايه، هل هو بيحبني، هل هو عايزني، هل هو بيفكر فيا ولا ما بقاش محتاجني في العلاقه. اول حاجه الشخص اللي موجود في حياتك اللي كانت بداياتك معاه كويسه وكانت بداياتك معاه ايجابيه بشكل كبير،
تمام. وفجأة لقيت الشخص ده بدأ يتغير معاك من غير ما عملت حاجة، من غير ما أذيته، من غير ما كذبت عليه، من غير ما هاجمته في حاجة، من غير ما هددته، من غير ما عملت أي شيء سلبي وأنا مسالم وغلبان وما بعملش أي حاجة خالص. تمام. ولكن فجأة لقيت الشخص ده بدأ نفسيا يتغير معايا، بدأ نفسيا يتكلم معايا بتكنيك معين، بنمط معين، بلهجة معينة أنا ما بقتش حاببها. بدل ما كان بيتكلم كل يوم بدأ يتكلم كل يوم ويوم، كل يومين فين وفين الكلام ده. في الغالب الناس اللي بتستخدم أسلوب زي ده لازم تعرف إن بيستخدم أسلوب زي ده علشان خاطر يحلل تصرفاتك، يشوف أنت هتعمل إيه، فتبدأ أنت نفسيا. وده اللي أغلب الناس بتعمله في العلاقات، إنها بيتخلق جواها أفكار كتير جدا، وبيتخلق جواها أسئلة كتيرة جدا، وعايزة تفهم إجابات للأسئلة دي بأي شكل وبأي طريقة وبأي تمن. أنت بتعمل معايا كده ليه؟ فتبدأ تروح للشخص ده في كل مكالمة، في كل رسالة، في كل شيء. تبدأ تروح للشخص ده وتبدأ تقول له يا عم الحاج، في إيه مالك؟ متغير معايا ليه؟ بتكلمني كده ليه؟ ما بقتش تهتم بيا ليه؟ ما بقتش تتعامل معايا بإيجابية زي الأول ليه؟ هل أنا أذيتك؟ هل حصل مني حاجة؟ هل مش عارف إيه؟ أنا حياتي وقفت، اتدمرت نفسيا، ما بقتش قادر اشتغل، ما بقتش قادر اعمل كذا بسبب ان انا حبيتك. لو مش عايزني قول لي ووفر عليا علشان اعرف اكمل حياتي، بدل ما انا عمال افضل قاعد كده ومش قادر اشتغل ومش قادر اعمل اي حاجه وانت بعيد عني. يا سيدي ليه خلتني احبك، وليه خلتني اهتم بيك، وليه خلتني اجري وراك؟ طب ليه خلتني افتح لك قلبي؟ انا اتظلمت في علاقه قبل كده، ليه انت كمان تيجي تظلمني؟ كلام كتير جدا عباره عن بحر ما بيخلص. عبارة عن ايه؟ عن بحر ما بيخلص. تمام. فلازم تفهم ان الشخص ده لما تيجي تتكلم معاه بالنمط ده او الوتيرة دي، هو بيحلل تصرفاتك دي، فيبدأ يحصل ايه؟ يبدأ يتأكد 1,000,000% ان سيادتك، ان جنابك بقيت متعلق بيه، وبقيت بتحبه، وبقيت تجري وراه. وده يرجعنا لنقطة احنا اتكلمنا عنها في البداية، انك تبدأ توصل لمرحلة وهي انك ترضى بأقل القليل. يعني مثلا يجي يقول لك ايه؟ والله ده اللي عندي، انا مشغول، اعمل ايه؟ مش عاجبك؟ خلاص اخرج بره العلاقه. فتبدا تقول له لا 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 خلاص مفيش مشكله، وقت ما تفضى كلمني. واقعد طول اليوم حزين وتعبان، وهو فين وفين لما يعبرني باتصال، فين وفين لما يعبرني برساله، فين وفين لما يعبرني بنظره او بكلمه حلوه. فنفسيا الشخص ده يبدا يخليك توصل لمرحله انك اجباري وغصب عنك لازم تهتم بيه، لازم تدوس اهتمام، ولازم انت اللي تبادر، ولازم انت اللي تعمل كل حاجة في العلاقة. يا كده يا هيسيبك ويبعد عنك. والاسلوب ده ممكن يودي في داهية بشكل كبير جدا لو انت مش مدرك لتصرفاتك، او لو انت استمريت على الاسلوب ده. زي ان الشخص ده يسيطر عليك اكتر واكتر، ووقت ما يسيطر عليك اكتر واكتر نفسيا انت بتبدأ تحس كده انك عايز تلبي اي طلب الشخص ده يطلبه منك. اي حاجه هو يطلبها مني انا هلبيها، اي شيء هو عايزه مني انا هعمله له. عايز فلوس ماشي، عايز علاقه ماشي، عايز خدمات ماشي، مفيش مشكله، بس ما تسيبنيش، بس ما تبعدش عني، بس ما تتنازلش عني. فنفسيا كده الشخص ده بيبدا يدخل طاقيا كده في مرحله اسمها تعزيز الانا. ان الشخص ده نفسيا بيبدا يحس كده انه بيبقى مبسوط وانت بتتعذب، بيحس ان مزاجه بيبقى فرحان قوي وانت بتجري وراه، وانت بتهتم، وانت بتتذل ليه، وانت وانت وانت. ومهما دست اهتمام ومهما قربت من الشخص ده، مستحيل ثم مستحيل ان الشخص ده يشبع، او ان الشخص ده يرضى، او ان الشخص ده يرجع يهتم ويقرب منك، والكلام ده كله مستحيل، مش هيعمل كده خالص. فعشان كده انا دايما بقول في كل الحلقات، يا سيد الفاضل، يا سيدتي الفاضلة، لما الشخص اللي موجود في حياتك يغيب عنك وانت خلاص اتأكدت ان هو صحته كويسة، ما عندوش ما يمنع الشخص ده ان هو يختفي بالشكل ده. تمام. فبالتالي ما ينفعش تسأل الشخص ده فيك ايه، انت مالك، انت غايب عني ليه، او الرسائل بقى اللي بتكون مستفزه اللي هي فيها ايه؟ حبيبي انا قلقان عليك، انا منهار، انا تعبان، انا حياتي واقفه، مش قادر اشتغل، مش قادر اكل.
انت كده بتشوف انك بتبين للشخص ده انك بتحبه قوي، فهيشوف انه ليه سند بيستناه، وليه سند بيخاف عليه، وليه سند في ظهره وقت ما يحصل حاجة هو هيكون معاه. لا، ده غلط، ده غلط. ما عندوش ما يمنع ان هو يهتم بيك او ان يسأل عنك او يتصل بيك ولو دقيقة واحدة في اليوم، يبقى طز، يبقى انتهى، يبقى خلاص، يبقى ما تكلمش، يبقى ما اسالش، يبقى ما عاتبش، يبقى ما ارسلش اي رسائل. طيب هعرف منين مثلا انا هو في بلد وانا في بلد؟ طب هسال ازاي؟ بكل بساطه لما يستخدم معاك اسلوب بالطريقه دي، تمام، حاول انك بكل بساطه تسال الشخص ده لما يرجع بكل برود، تمام. اهم حاجه البرود. هو المانع خير فيك، ايه مالك؟ ايه اللي خلاك ما بقتش تتصل الفتره دي؟ يا رب تكون بخير او حصل لك حاجه. فطبيعي جدا هيبدا يقول لك اصل الظروف واصل كذا واصل كذا. طب تمام، مفيش مشكله، انا بس كنت قلقان عليك وقلت اطمن، انا كمان كنت مشغول جدا جدا الفتره دي. يمكن كمان لو انت ما كانش عندك الظروف دي كان زمانك ما شفتنيش ولا كلمتني، لان كنت مشغول جدا وكنت خايف اني ارجع اتواصل معاك، او انت تيجي تكلمني تقول لي لا مش هنتكلم وهتزعل وهتبقى خناق. بس الحمد لله انك انت كمان كنت مشغول وانا كمان كنت مشغول. لازم تبين انك ما كنتش مستنيه، انك ما كنتش بتفكر فيه، انك ما كنتش قاعد علشانه. فبالتالي الشخص ده نفسيا هيبدأ يحس بإحساس غريب قوي، وهو ايه؟ وهو انه ما بقاش ضمنك في العلاقة، او انك ما كنتش مستنيه، او ما كنتش في انتظاره ولا حاجة، وان غياب الشخص ده بالنسبة لك كان امر عادي جدا، وما كنتش بتفكر في الشخص ده ولا كنت ميت بسبب ان الشخص ده غايب عنك. فالشخص ده هو اللي هيبدأ يجيب ضمانه في العلاقة، ويبدأ يحطه في عبك، او يبدأ مثلا ان يهتم بيك او يقرب منك او علشان خاطر يديلك الاهتمام اللي انت عايزه او الحب اللي انت عايزه، علشان تتعلق بيه وتجري وراه. ولكن انت هتكون فاهم كل ألاعيبه، فبالتالي هيكون من الصعب جدا ان الشخص ده يتسلى بيك، او من الصعب جدا ان الشخص ده يلعب عليك. الرسالة اللي بعد كده اللي تبين ليك ان الشخص ده فقد الامل فيك، ان الشخص ده في الماضي او في بداية العلاقة كان بيهتم في العلاقة اكتر منك، كان بيهتم بيك بشكل كبير جدا، وانت كنت من النوع اللي كنت بتهتم بالشخص ده يعني تقدر تقول كده انت اللي كنت بتتقل عليه مثلا. فالشخص ده وصل لمرحلة دلوقتي ان مل من كل حاجة في العلاقة، فبدأ بكل بساطة يستخدم معاك نفس الأسلوب اللي كنت بتستخدمه معاه في الماضي، علشان انت ترجع تهتم بيه وترجع تجري وراه زي الأول. وعلشان تقدر تتأكد من نقطة زي اللي أنا بقولك عليها دي وتعرف هل دي فعلا موجودة ولا لأ، بكل بساطة هتبدأ ترجع ورا كده شوية وتبدأ تفتكر معايا اللحظة اللي الشخص ده كان بيهتم بيك فيها، أو الوقت أو الفترة اللي الشخص ده كان بيهتم بيك من خلالها. وبعد كده أنت كانت دايما ردة فعلك باردة، أو كانت دايما ردة فعلك قاسية شوية، أو كنت قاسي على الشخص ده، أو كنت بتهدد الشخص ده، أو كنت بتكلمه بطريقة مش كويسة، أو كنت بتتعامل مع الشخص ده بأسلوب فيه إهانة، وهو كان بيعاتبك طول الوقت، وطول الوقت بيقولك أنت فين، ما بتكلمنيش ليه، وهو اللي كان بيجري وراك. لو الفترة دي موجودة أو كانت موجودة في حياتك في الماضي قبل كده من الشخص ده، فلازم تتأكد أن الشخص ده بيعاقبك عليها دلوقتي. آخر رسالة تبين ليك أن الشخص ده مهووس بيك ولا لأ، أن الشخص ده يجي يقولك أنا موجود جنبك، لو احتجت مني اي حاجة في اي وقت كلمني. وهنا هو بيبان قدامك او بيستخدم معاك الاسلوب ده كنوع مثلا ان هو مش عايز يبين ان هو ضعيف، او مش عايز يبين ان هو مهووس بيك وان هو ما يقدرش يعيش من غيرك وهكذا. فهو بيحاول بطريقة غير مباشرة يخليك تعتمد عليه. لو انت احتجت حاجة كلمني، لو احتجت مني اي شيء كلمني وعرفني وانا عنيا ليك. تحس ان الشخص ده بيجي عليه اوقات تلاقيه بيغير عليك بطريقة غير مباشرة، وتحس كده من تصرفاته ان هو بيحاول على قد ما يقدر ان يبعدك عن اي حد بطريقة غير مباشرة علشان عايزك ليه لوحده. تلاقيه مثلا يجي يقولك في بعض الاوقات على فكرة انت مختلف عن اي حد انا عرفته قبل كده، انت مختلف عن ناس كتير دخلوا حياتي قبل كده، انت مختلف عن اي حد انا شفته قبل كده. وده معناه ان الشخص ده معجب بيك جدا جدا ومهووس بيك جدا، وبيحاول يحسسك من الاسلوب ده او من الطريقة دي ان هو مميز، بس هو نفسيا مش قادر يعبر عن ده.
او نفسيا مش قادر يقول ان هو بيحبك، او مش قادر يعبر عن المشاعر اللي جواك، خصوصا لو كان الشخص ده تجنبي. لو حصل مثلا ليك مشكلة او حصل مثلا خلاف مع حد ولقيت الشخص ده هو اللي واقف جنبك، تلاقيه دايما يقول لك ايه؟ مش عايزك تزعل، انا موجود جنبك، ما بحبش اشوفك زعلان، ما بحبش اشوفك متضايق، ما بحبش اشوف دموعك. وده يبين ان مشاعر الشخص ده تجاهك قوية جدا جدا، ولكن هو ممكن يكون مش قادر يعترف بمشاعره تجاهك، او ممكن يكون مش قادر يقولك انا عايز ارجع، او انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. في النهاية لازم تعمل خطوة معينة ايا كان الوضع وايا كان النمط اللي انت شايفه. لازم تحب نفسك، لازم تهتم بنفسك، لازم تغازل نفسك، لازم تدعم نفسك، لازم تبين ان نفسك دي لازم اللي يدخلها يكون شخص توب، شخص يحترمها، يقدرها، يحتويها، يحسسها بالأمان، يحسسها بكل شيء جميل. لو حسيت ان في علاقة بتستنزفك او مفيش فيها العناصر اللي بقولك عليها دي، فالعلاقة دي اصلا وجودها في حياتك علشان يدمرك وعلشان يأذيك نفسيا. فلازم اول حاجة تحط حدود واضحة وخط احمر في العلاقه، ممنوع اي حد يتعدى الخط ده، لا انت ولا الطرف التاني، وانتوا الاتنين تكونوا محترمين بعض بشكل كبير جدا، ويكون في جلسات مستمره ما بينكم وما بين بعض علشان تقدروا تقيموا العلاقه ما بينك وما بينه بشكل كبير جدا. لو انا جوايا او انا بعمل 3-4 اخطاء، فكل اسبوع بعمل جلسه انا والشخص ده علشان ما بيننا وما بين بعض عامه، علشان نتكلم نشوف ايه الحاجات اللي لسه مستمرين فيها، وايه الحاجات اللي انا وهو خلاص عملناها وبقينا ماشيين عليها. ده هيساعد العلاقة تمشي بشكل ناضج وبشكل انضف وبشكل واعي بشكل كبير جدا. واهم نصيحة خدها من اخوك، اوعى تمشي في العلاقة ب100% مشاعر، ب100% مشاعر، خصوصا لو انت شخص عاطفي، شخص بتحب الرومانسية، شخص اتأذيت في حياتك قبل كده، حصل في حياتك علاقات فاشلة كتير، علاقتك بباباك ومامتك كانت علاقة مؤذية، البيئة اللي اتربيت فيها ما كانتش بيئة كويسة، ما كنتش بتنال الاحترام، ما كنتش بتنال التقدير، ما كنتش بتنال الاحتواء من وانت صغير. كل دي عوامل تساعدك انك تدخل في مرحلة ان اي حد يجي يدخل حياتك حتى لو سام مش هتسيبه، مش هتتخلى عنه، هتفضل موجود جنبه. فبالتالي انت هتخرج من العلاقات دي كلها وانت محروق نفسيا، او بمعنى اصح وانت بتقلل من قيمتك وبتدخل في مراحل اكتئاب بعد كده. اتمنى تكون الحلقة دي كانت مفيدة وعلى قد المستوى. ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك وشير لاي حد انت شايف ان هو محتاج يسمع الحلقة دي.